مساء الخير عليكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في كامل الصحه والعافيه. جيت لكم بقصه اللي زوينه بزاف، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير فضلا وليس امرا. السلام عليكم. انا سميتني وداد. انا تربيت في واحد الاسره اللي محافظه. الاب ديالي كان توفى فاش كان عندي 7 سنين. خلى ماما وخوتي اللي كبر مني. كانوا عندي 3 خوتي كبر مني، وكنت انا البنت الوحيده في الدار. كانوا دارنا مفشيني بزاف، وخوتي دايريني كي صديقتهم. حنا تربينا في واحد الاسره اللي زوينه بزاف، كان بيناتنا التفاهم والحوار. واش غنقول لكم، كنا ما كنفوتوش الصلوات ديالنا. خوتي اللي كبر مني كل واحد فين كان كيقرا. كان اللي تخرج وخدم، وكانوا 2 خوتي اخرين، واحد كيقرا في الباك وواحد في لافاك. انا كنت يا الله كنقرا في الكوليج. واش غنقول لكم اخوتي، في الوقيته اللي كنت كنقرا كان ديما واحد ولد الحومه حاط عليا فين ما نمشي نلقاه قدامي. كنت فين ما نبغي نخرج من المدرسه كنلقاه كيتسناني. انا ما كنتش كنحمل فيه الشعره وكان كيديرونجيني بزاف. ديك الساعه طلعت للثانوي وزدت قربت شويه للدار، حيت الثانويه كانت قريبه لدارنا بزاف. والسيد بقى لاصق ليا ديما في الباب ديال المدرسه، غادي بيا جاي بيا. واش غنقول لكم، كان مقنطها بيا. وكانوا كاع البنات فين ما كنت مخارجه كيبقاو يضحكوا كيقولوا لي ها هو حبيب القلب كيتسناك. مع المده حتى انا وليت معجبه به بقوه داك الاهتمام ديالو ليا وداك الحب اللي كان كيبينو ليا. وليت حتى انا معجبه به بزاف. واش غنقول لكم، النهار اللي اعترفت ليه بان انا معجبه به بغيت السطا. داك النهار ما يتنساش. قال لي غنقولها لامي تجي تخطبك. قلت لي هاد العام عندي الباك، خليني تنكمل الباك وتخطبني. داكشي اللي كان. كملت الباك ديالي وشديته، وبالفرحه النجاح ديالي انا وخوتي واحد النهاريه كنسمعوا شي حد كيدق. كانت مو جات تخطبني. انا ماما كتعرفها حيت كتعرفهم، حيت حنا ساكنين في حومه وحده. ومنين مشات مو ماما قالت لي هاد الناس ما عندنا ما نديرو بيهم، ولدهم غير عطيها للزناقي، ما خدام ما ردام. نقزت وقلت لها لا يا ماما راه خدام كيبيع ويشري. قالت لي قلت لك اسكتي، انا اللي عارفه مصلحتك. خوتي شافوا فيا وشافوا فيها وسكتوا. واش غنقول لكم، بقيت كنفكر الليل كامل. لا غدالي في الصباح قلت لماما شوفي انا باغاه. قالت لي كيفاش باغاه وحنا ما باغيينش؟ انا تشاورت البارح مع خوتك وما بغاوش. قلت لها شوفي انا باغاه، انا بغيت هذاك هو الانسان اللي نكمل معاه حياتي. قالت لي كيفاش تكملي معاه حياتك هو اصلا ما داير مستقبل راسو؟ قلت لها ماشي ضروري يدير مستقبل راسو، انا باغا نبدا معاه دقه دقه. قالت لي تا القرايه ما قاريش وغتبداي معاه دقه دقه. قلت لها ماشي كاع هادو اللي خدامين في التجاره كيكونوا قارين. واش غنقول لكم، وقع واحد النقاش بيني وبينها. واش غنقول لكم، في الليل اتصل بيا وقال لي شنو بالك، شنو قالوا لك داركم؟ عاودت ليه كلشي. ناض قلت لهم انا دابا مدابزه مع دارنا وراه ما بغاوكش. ناض هو قال لي خاصك دابا تحاولي تقنعيهم، انا ما نقدرش نعيش بلا بك. وبدا كيبكي عليا في التليفون. ولا غدالي مشيت خرجت تلاقيت معاه بالتخبيه. انا خارجه حتى كنتلاقى مع خويا، شافني معاه. ملي رجعت للدار بدا كيغوت عليا لدرجه كنبغي يضربني كما فكاتني ماما. حدو قال لماما شوفي هاد خيتي هادي غتبقى تدير لينا المشاكل، صافي بغاو هاد الناس هادي عطيها ليهم وهنيونا من هاد الصداع ديالها. وليني تبراو فيا خوتي وقالوا لي شوفي لا مشيتي عنده ما عمرك تجي تعاودي تشكي لينا منه ولا تقول لينا ما كيصرفش عليا. عومي بحرك انتي وياه. انا فرحت. وداك خويا مني قال لي هاد الهضره حسيت بالدموع تغرغروا لي في عينيه، ولكني انا ما كنتش مسوقه لهاد الشيء هذا. ناض خويا اللي كبير قال لي ما عرفتي شنو، واخا هكاك خاصنا ضروري نديروا لها الهمه ونديروا لها شي فريح باش تفرح وتخرج من عندنا بهمتها، ما نصيفطوهاش غير هكاك. داكشي اللي كان. جا السيد خطبني
جاب لي داكشي اللي قسم الله، ماشي شي حاجه كثيره ولكن مهم. كان داكشي عادي اللي جابوا ليا، ولكن انا كنت فرحانه وقابله به. كان كيجيب لي الله بان انا اسعد وحده في الدنيا. خوتي ما كانوش فرحانين ليا وماما، كان باين فيهم بانهم حاملين شريوسهم وعاطيني ليه غير بزز. ايوا داروا لي داك النهير ديالي اللي داز غزال، عرضنا على الجيران والعائله ومشيت رحت عنده. منين مشيت كنتفاجئ بمو اللي كانت كتبين راسها ظريفه بان من قبح الخلق الله. دوزات عليا ما نكذبش عليكم. عرفتي شنو كانت؟ يلاه كنبغي ننعس. كتبدا تعيط عليا، اجيبي ليا كاس الماء. اش غنقول لكم؟ وفي الصباح كتصبحي ليا على الصباح، ديري الرغايف، ديري الحرشه. ما كانتش كتخليني نرتاح. كانت ديما جابده ليا التخمال، وديما جابد حكان الزيكس. ومنين كيجي راجلي اش غنقول لكم؟ تا هو ما كيشوف فيا ما كيقشع، كيبقى يتنطر عليا حيت مو كتحرشوا عليا، لدرجه ولا كيعايرني وكيسبني حيت انا حماره. عاودت ليه المشاكل اللي بيني وبين خوتي وشنو قالوا ليا. ايوا قلت ليه بان خوتي قالوا ليا واخا قلت لك هذا الراجل عمر كيتشكي لينا وحنا ما عندنا ما نديرو ليك. السيد شنت بزاف، ولا قال لك عطيها الهضره في التليفون مع البنات، ولا السيد كيتلاقى معاهم حدا الحومه، ولات كتجيني اخبار وانا كنتفقس كل نهار. كيجيني سكران وضايخ ومقلوب بديك الشيشه، ومنين كنهضر معاه كينوض يضرب فيا. واحد النهاريات قلت لي انا مليت منك ومن امك، شهاد الحياه اللي انا فيها اي حاجه خايبه درتيها ليا وصلتي معايا حتى للفساد، وهذا الشيء اللي ما غنقبلوش ليك. كلمه جوج ضربني وشدني رفعني بنص. طحت هذيك الطيحه اللي طحت تحت على يدي. امو كتغوت وكتقول لي هالمسخوط دابا تقتلها وتدخل الحبس، وبدات كتبرد فيه. نط انا جمعت الوقفه، كنحس بيديا العافيه شاعله فيها. هما داخلين البيت كيهضروا، ما عرفتش كيفاش تحليت الباب وهربت. شديتها بجريه وحده حفيانه وببيجامتي وشعري كي الحمقى مطلوق. كندق غير حلات عليا ماما، سخفت لها في الباب. هزوني خوتي ناضوا بغاو يمشيو لعندو يشنقوا عليه. بقات كتساوق فيهم وكتبكي، كتقول لهم عتقوا اختكم ديوها بعدا للسبيطار، انا مزاوقه فيكم ما توصلوش، انا مزاوقه فيكم غطيح الروح. ايوا ما شداتهم غير بالسيف وكتبكي. ايوا داوني للسبيطار لقاوني تهرست، ومنين رجعت بقيت كنعاود ليهم شنو كيدير ليا. ناضو قالوا لي شتي علاش قلنا لك مع هاد خينا هذا ما صالحش لك، هذا راه شمكان ومعروف. ما فهمناش كيفاش عينيك كانوا مغمضين عليه. ودابا واش قابله غتبقاي معاه ولا اش غديري؟ قلت له خويا هذا هو اللي عمرني نشوف فيه. قال لي صافي متاكده؟ قلت لي قال لي شبعتي وقنعتي؟ قلت لي شبعت وقنعت. ايوا قال لي شوفي انا غنقاد لك الاجراءات ديال الطلاق، وكنتمنى تكوني فكرتي مزيان. قلت لي انا مفكره غير بدا فيهم. دفعنا لواحد المحامي اجراءات ديالنا وطلق الطلاق الشقاق. 3 الجلسات كنت مطلقه الحمد لله ما ولدتش معاه. واش غنقول لكم؟ بقيت جالسه في الدار، خوتي كيتعاملوا معايا احسن تعامل، ماما حتى هي برات ليا يديا. واش غنقول لكم اخوتي؟ واحد النهاريات كتجيني واحد المكالمه، منين كنجاوب كنلقى هاد راجلي هذا السابق. وبدا كيبكي عليا وقال لي انا كنت مسحور وما عرفتش كيفاش وقع ليا. واحد خيتي كانت حاطه عليا سربايه في القهوه بقات عليا. نط انا بحال بديت كنحن ليه حيت انا كنت كنبغيه، وليت كنهضر انا وياه في التليفون. واحد النهاريات بالليل زغبني الله كنهضر. خويا ناض باقي لا يشرب حتى كيتصنت عليا ويحل عليا الباب. قال لي مع من كتهضري؟ خطف ليا التليفون وسمع صوته وبدا كيجعر عليا. فاقت ماما كيغوت كيقول لها هاد خيتي هادي حمقى ما داير فيها وراه باغا ترجع لي. قلت لهم انا ما نسيتوش وباقي كنبغيه، وزيدون راه كان غير مسحور. قالوا لي صافي تسطيتي. ماما بقات كتسخط وكتنخط وبدات كتطلب في خويا يبعد مني حيت كان بغى يضربني. وعمر خويا ما حط يدو عليا، ولاني داك النهاريات صافي حسيت بيه بحال باغي يتلاح عليا.
واش غنقول لكم اخوتي، حيدوا لي التليفون ومنعوا عليا الخروج ومنعوا عليا الطلان، زيروا عليا بزاف، وليت غير الدار والتلفازه وماما ديما حاضياني، ديما حاضيه ليا جنابي. واحد النهاريات جا خويا عند ماما وقال ليها شوفي راه صاحبي باغي شي بنت الناس. وانا قلت ليه راه عندي واحد اختي مجوجه ومطلقه، حيت حتى هو مجوج ومطلق. قلت لماما انا ما باغاش نتزوج، شكون نقول لكم انا باغا نتزوج؟ قالت لي سكتي ودخلي في سوق راسك، هذاك هو اللي ما غترجعيش ليه. جا واحد النهاريات اللي جاو خطبوا فيا، هما كيهضروا فيا وانا كنبكي، بان لي داك السيد في شكال داير، حتى هو ملتزم وداير اللحيه، ما كيضحك ما والو، داير بحال خويا الكبير. واش غنقول لكم، شدتني الفقصه لداخل ولاني ما لقيت ما ندير. امو كانت ظريفه بزاف، غير كتضحك وفرحانه بيا. قراو الفاتحه، ومن يوم مشاو قلت لماما انا هاد السيد ما عاجبنيش، لا شكلا لا مضمونا. قالت لي وانتي فين عرفتيه باش يعجبك؟ المهم دابا ديري معاه ان شاء الله شي خريجه ونكون معاك، وديك الساعه هضري معاه يقدر يعجبك وتبدلي الفكره ديالك. انا كنت من دوك الناس اللي عزازين عليا الدراري باقيين صغار ودايرين تشاواك وكيلبسوا الجينات، حيت انا كنت باقا صغيره، كانت عندي ديك الساعه يلا 20 عام. وهو بان ليا في شكل داير ما كيضحكش معبس، خفت منه وقلت هذا كيفاش غندير نعيش معاه. واش غنقول لكم، داز الوقت خلاص وضربنا انا وياه اللاكت. النهار اللي ضربنا اللاكت خويا قال لي حنا ما غنديروا والو، على وديت السيده فايت فيها الجواج وداك الشيء ما غنديروا لها لا نهيار لا والو. هو قال لي راه انا الوالده دايره نهيار عندها، عرضوا على الناس اللي قراب اللي بغيتو اجيو عندنا مرحبا بكم، وانا راه غنجي نديها في الطوموبيل ديالي. داكشي اللي كان. دخلت انا لبيتي كنوجد راسي وكنقر على ماما، قلت لها شتي انا باقي كنبغي راجلي وما بغيتش نمشي، صافي نتوما اللي جوجتوني تحملوا مسؤوليتكم، انا ما غنخرجش لكم من الدار. ناضت هي كتغوت معايا، طلع خويا سمعها كيقول لي كيفاش ما باغاش تمشي، زيدي قدامي. قلت ليه قلت لك ما غنمشيش ولا غنقصر راسي، انا هاد السيد هذا ما حاملاش وانتم اللي جوجتوني عليه بالغصب، وانا ما باغاش وما موافقاش على هاد الشيء هذا وباقي كنبغي راجلي. وما عرفناش كيفاش تا السيد طلع وسمعني كنهضر بحال هكا. ناد خويا هز يدو بغا يطرشني، هو دخل قال لي شوف اخويا خرج، بغيت نهضر معاها واحد شويه. ناد خرج خويا هو وماما وتزنق خويا ووجهه ولا كيقطر، عمرني شفت خويا في ديك الحاله. اما ماما كتويل غير في حناكها. واش غنقول لكم اخوتي، طلعت معايا السخانه، خاصة مني عرفتو سمع كلشي. شاف فيا وجلس وقال لي اش غنقول لك وداد، منين انتي ما باغانيش كان عليك تقوليها للعدول. انا فاجئتيني، انا كنت حسابني بانك قابله بيا، منين انتي بقى باغا راجلك ما كانش عليك كاع تزوجي بيا. قلت ليه لا انا ماشي باقا باغا راجلي، انا عي قلت لخويا ديك الهضره على وديت، هو ضغط عليا من الاول، انا يلا خارجه من تجربه خايبه ما بغاش نتزوج دابا. واش غنقول لك، انا عييت نهضر معاهم ولاني هما ما سمعوش ليا. قال لي دابا مشكله هادي، انا اللي غنقدر نقول لك وداد، خايب نتفارقوا في هاد الوقيته هادي، الناس غيبقاو يهضروا عليك وانتي من عائله محافظه وخوتك الله يعمر ليهم الدار، الوالده ديالك رباتك احسن تربيه، وتا انا الوالده ديالي مريضه، حاولي ما تكونيش انانيه وفكري فينا حتى حنا. شفت فيه وسكت وقال لي عافاك، راه الوالده ديالي مريضه بزاف، ولا مشات تسمعات هاد الشيء هذا راه تقدر تمرض ليا ولا طرا لها شي حاجه، هي راه فرحانه لهاد الزواج. قلت ليه ماشي مشكل، ولاني انا ما كنظنش بان غنكملوا انا وياك في هاد الزواج. قال لي دابا غير تيسري وان شاء الله يكون خير. داكشي اللي كان. هبطت معاه، ركبت معاه في الطوموبيل، مشينا لقينا مو فرحانه موجدين داكشي كي داير، لبسوني قادوا ليا، جلست برزت دوزت داك النهار غزال. وداروا داك الفرح اللي كان كيحمق، ما كنتش متوقعه غيكون داكشي كله. ماما كي كدور في عينيها، اما خوتي ما بقيتش شفتهم.
ايوا منين صالا الفرح وداك الشيء ناض واحد خراج لي بغى يدي مو. ايوا شتيت فيها وقلت لها عافاك خالتي ما جلسي معايا هاد الليله هادي عافاك خالتي. ايوا ناضت مسكينه بقات غير كتشوفو ساكته. واحد شويه بديت كنبكي قلت لها عافاك خالتي. ناضت هي بحال تغرغروا ليها مسكينه الدموع في عينيها وعنقاتني وقالت لي صافي بنتي غنبقى معاك. ايوا جلست معها داك الليله ما بغيتش نطلق منها. بقيت شاده فيها بيدي وبسناني هي متكيه وانا شاده يديها حدايا. ايوا لا غدا ليه ناضت في الصباح وعاوتاني بغات تمشي وبقيت كنرغب فيها. ايوا واش غنقول لكم زادت معايا ديك الليله الثانيه وهي معجبه فيا. قالت لي بنتي ما تخافيش راه ولدك يتعامل مزيان ورا الله يعمر ليه الدار ومراتو الاولى راه كنديرها في عينيه. ما تخافيش بنتي راه لا كان عندك الزواج الاول فيه مشاكل راه ما تقارنيش. كل راجل وتعامله وانا ما نفضلش عليك ولدي راه الله يعمر ليه الدار من اطيب خلق الله بشهاده الجميع. وقلت لها غير هاد الليله خالتي. ايوا صافي لا غدا ليه ناضت في الصباح بكري ومشات حليت عيني انا كنقلب عليها ما لقيتهاش. ايوا هو يقول لي ولدها راه الوالده مشات خرجت الصباح بكري. ايوا واش غنقول لكم مشى فيا ويقول لي المهم راه البيت دخلي نعسي فيه وانا غنبقى نعس في الصالون. داكشي اللي كان نط وليت كنعس في بيتي كنطيب ليه وكنحط ليه كياكل بوحديتو وانا كناكل بوحديتي. حتى الحجاب ديالي ما كنتش كنحيدو. كانت انا وياه الهضره بيناتنا قليله وكان ديما فين ما يخرج يخلي ليا مصروفي. المهم كان مصروف اللي كتير ماشي قليل. ايوا كنت انا كنتقدى داكشي اللي بغيتو ما عمرو قال لي لا طابت لا تحرقات بالعكس كان مسكين كيتعامل معايا احسن تعامل. واحد النهار هي تعيط لي في التليفون وقال لي شوفي وجدتي راسك انا جاي باش نديك لداركم. عرفتي انا تخلعت وقلت لي ياك لاباس. قال لي قلت لك غير وجدي راسك. نط انا لبست خلاص بقيت جالسه كنتسناه هو يقول لي شوفي راه خوك دار حادثه. قلت لي كيفاش دار حادثه؟ قال لي ما تخلعيش راه ما واقع والو. قال لي يلا نمشيو للطبيب. نضت مني مشيت للسبيطار كنلقى ماما وكنلقى خوتي بقيت كنبكي وكنقول لهم حرام عليكم شنو واقع علاش ما علمتونيش؟ قالوا لي ما تخلعيش هادشي راه طرا بالليل وما قدرناش نفيقوك. قلت لهم كيفاش ما قدرتوش تفيقوني واش خويا انا بين الحياه والموت نتوما ما قدرتوش تفيقوني؟ كان خويا ديك الساعه في الانعاش دار كسيده خايبه. واش غنقول لكم راجلي وقف معايا بزاف وقف مع عائلتي. كان مسكين كل نهار كيديني نشوفهم كان كيتعامل معايا احسن تعامل كان كيجيب لينا مسكين الماكله وقف معانا وقفه الرجال. كان اي حاجه خصاتنا كيديرها كيدي ماما كيجيبها. واش غنقول لكم اخوتي كان معايا ونعم الرجل. وكان فيما كان سالي وانا وياه من السبيطار وكانت مو غاديين كيقول لي يلا نتمشاو شويه على رجلينا منها نسي هاد المشاكل هادو حيت انا كنت عاطيه غير البكا. وكنت كنبقى غادا معاه وكنتعجب الناس كلهم كيقولوا لي السلام كلشي كيسلم عليه وكيحترمو وكيقدرو. وانا نشوف فيه وقلت لي فاش خدام وبدا كيضحك قال لي واش كاينه شي وحده ما عارفاش راجلها فاش خدام. وبقيت كنضحك وقلت لي انا ما عارفاش فاش خدام وليني غير قول لي فاش خدام. قال لي فاش خدام انا مافيا. وبقيت كنضحك هو كيضحك وبقيت مستغربه وكنقول ها انتي ستيد كيعرف يضحك وكيعرف يتعامل وكيعرف يهضر. فكرتي تبدلات عليه. واش غنقول لكم كان مؤدب بزاف وعنده واحد الرقي في التعامل حيت كان فاش كيبغي ينوضني الفجر كان كيبقى يدق عليا وكيبقى يعيط عليا بشويه وداد وداد حتى كنفيق باش نصلي الفجر. اش غنقول لكم وليت كنبغيه حسيت بقلبي ولا كيميل ليه بزاف ولا فاش كيمشي للخدمه كنبقى نتسنى فوقاش يجي. واحد النهار دارنا صداقه منين برا خويا شويه. مشينا كاملين وديك النهاريات كنت راكبه انا وياه في الطوموبيل وبقيت كنهضر انا وياه وانا قلت ليه اش غنقول لك شي حوايج كيوقعوا كنكونوا غالطين فيهم. انا ما كنتش كنعرفك مزيان ولكن دابا مني عرفتك ارتحيت بليك. ويشوف فيا وضحك وقال لي دابا شنو
ارتاحيتي بصح؟ قلت لي والله ترتاحيت ليك. ايوا منين رجعنا للدار كل واحد فينا شد قنت. انا كنت حشمانه نعتذر ليه، كانت بحال شي حاجه حبساني، ولا نعترف ليه بان وليت كنبغيه، وليت كنحاول نتقرب ليه بطريقه اخرى. كنطيب الماكله اللي كتعجبو، كنسناه، كنتعامل معاه احسن تعامل. وش غنقول لكم، كان ديما كيجلس وكيبقى ساهي، وكنت كنشوف في عيني واحد نظرة الحزن ما عرفتش منياش. واحد النهاريات كنت جالسه ويجي لعندي وقال لي واش تبغي تخرجي؟ قلت لي انا بغي نخرج. قال لي يلا نمشيو عند الوالده. ايوا داني مشينا عند الوالده ديالته، خدينا لهداك الشيء اللي قسم الله. هو هبط يتلاقى مع صحابه ولاد الحومه تما، وبقيت جالسه انا وياه كنهضروا. وهضره كتجبد هضره، وقلت ليها خالتي ما عرفتش علاش زين الدين ديما ساهي، ديما كنحس به ما مرتاحش، ما عرفتش، واخا كيضحك واخا هكاك عنده واحد الحزن في قلبه. وهي تقول لي اش غنقول لك بنتي، زين الدين داكشي اللي داز عليه ما يبغيه الا الله لا عبدو. زين الدين ولدي مرضي ومهدي وحنين وظريف. زين الدين زويجته اللي تزوج بها الاولى راه غيكون عاود لك شنو وقع ليه فيها. قلت لها لا خالتي ما عاودش ليا. وهي تقول لي شوفي يا بنتي انا غنعاود ليك، ولاني كنحلفك بالله ما تقولي لي هاد الهضره اللي كنقولها لك. قلت لها لا خالتي والله ما نقولها. قالت لي زين الدين بنتي كانت زوج واحد البنت كانت كتجي للجامع. هاد السيده هادي كانت تضحك عليها شي واحد، وكانت تايبه، وديما كتجي كتبكي وكتستغفر الله في الجامع. شي وحده تماك معاهم في الجامع كانت كتبقى فيها، وناضت بحال هكا بغاو يجوجوها بشي واحد اللي يسترها. ايوا ناض ولدي زين الدين قرر يدير هاد الاجر في سبيل الله. ايوا ناض تزوج بها فعلا وسترها، وكان كيتعامل معاها مزيان، وما عرفناش كيفاش. تا واحد النهاريه طلع زين الدين تا كيلقاها كتهضر في التليفون. ماشي تصنت عليها بنتي، هي كانت كتغاوت مع شي حد. منين ندخل عليها قال لها مالكي شنو واقع؟ تفافات وكانت هازه التليفون ماشي تليفونها. قال لها منين جاك التليفون؟ قالت ليه لا ماشي ديالي حقا. ناض قال لها اريه وحليه قدامي نشوف شكون اللي فيه ومع من كنتي كتهضري. منين حلاتو لقى العجب، لقاها كتصيفط تصاور عريانه لداك السيد اللي كتهضر معاه، ولقاها رجعت لداك صاحبها اللي كانت كتبغيه. وش غنقول لك، ولدي زين الدين تصدم بزاف، مشى يتفارق مع بلاتي احسن، وكل واحد شتا قارو. ومن تما ولدي زين الدين ما بغى يتزوج. ومنين تزوج بك بنتي فرحت بزاف، الحمد لله ولدي عاد رجعت ليه الفرحه. ولدي ما كانش كيهضر بالصدمه. تا معايا بنتي انا دوزت ايام كحله معاه، كنت غير كنبكي ورد لقلبي ملي كنشوف ولدي بديك الحاله. ايوا قالت لي هاد الهضره هادي وانا الدنيا دارت بيا، بقى قلبي كيضرب كيضرب كيضرب. ومنين غدا انا وزين الدين باش نمشيو للدار الطريق كامله وفيا البكي وباغا نبكي وما قادراش. كنقول كيفاش السيد طرالي هاد المشكل هذا كبير كيفاش داير، وجيت انا كملت عليه. هاد السيد هذا ما يستاهلش هادشي اللي درت ليه، ما عنده زهر. الاولى هانتي شنو دارت ليه وانا شنو درت ليه. اش غنقول لكم اخوتي، قلبي كيتقطع عليه وما لقيت ما ندير. ما قدرتش نقول ليه داكشي اللي عارفاه حيت وعدت تمو بان ما نقولش، وفي نفس الوقت قلبي غيتقطع عليه. ايوا خوتي خواتاتي، واحد النهاريات نضت وفكرت مزيان وقلت ضروري خاصني انا تكون المبادره مني، حيت انا اللي كانت المبادره الخيبه مني، واليوم انا اللي خاصني نصلح هذا الشيء. ناض طيبت ميكله زوينه، قديت الطويبله زوينه. ايوا هو يدخل زين الدين. منين دخل مشيت لعندو وقلت ليه شوف زين الدين، انا كنت غلطه بزاف، انا ما غنلقاش احسن منك كراجل ليا، وانا والله العظيم تا وليت كنبغيك وكنحمق عليك وما نقدرش نعيش بلا بيك. ناض شاف فيا وضحك وقال لي واش بصح متاكده؟ قلت لي انا كنقول لك هاد الهضره من قلبي، انا ما نلقاش شي راجل احسن منك، انت صنتيني، ومنين كان خويا مريض كنتي انت اللي واقف معانا،
انت وقفتي معايا في عز الشده. اش غنقول لك؟ ما غنلقاش محسن منك. كنتي ليا راجل وانا كنبغيك دابا. اش غنقول لكم؟ انا وزين الدين ولات حياتنا غزاله، والحمد لله ربي فرحنا بوليد. نهار اللي ولد زين الدين فرح قد نيتو، ودار ولده هو خوه هو صاحبه. كان عزيز عليه بزاف، ما دوز غير 3 سنين وانا نولد ليه بنيته. واش غنقول لكم؟ ما بقيتش شفت داك الحزن كاع في عينين زين الدين. وليداتنا نساونا كل شيء، نساوني انا اي حاجه خايبه دوزتها في حياتي، ونساوني داك الاغلاط اللي كنت كنديرهم. واش غنقول لكم؟ عشت حياة زوينه مع زين الدين، كنت فرحانه بيه وكان فرحان بيا. واخا ضروري شويه من المشاكل، ولكن كانت مشاكل بسيطه بزاف. امو مسكينه توفات وبقات فيا بزاف وتاثر من جهتها، ولكن الله يرحمها حيت كانت مرضت واحد المرضى خايبه وتعذبات. انا ماما باقي كتزورني مره وخوتي تزوجوا ولدوا وليدات تا هما. واش غنقول لكم؟ هذه هي قصتي وهذه هي حكايتي.